اهلا بيكم. بما ان الجو بدا يتغير واطفال كتير يوميا بيجوا لنا تعبانين، فقررت ان انا في الفيديو ده هقول لكم عن شويه حاجات كده المفروض نعملها عشان تحسن وترفع من مستوى المناعه للاطفال. وبرده بما ان الوقايه خير من العلاج، فدايما ان احنا نحسن مناعه اطفالنا بحيث ان جسمهم يقدر يواجه ويهاجم اي ميكروب يقرب له. ده افضل بكتير جدا جدا من ان احنا بعد الشهر نستنى لحد ما هم يتعبوا وبعد كده ندور على العلاج. ما تنسوش بقى تشوفوا الفيديو للاخر وتعملوا سبسكرايب للشانل وشير لاصحابكم عشان كلهم يستفادوا ويفيدوا اطفالهم. يلا بينا بقى مع بعض. هقول لكم على شويه حاجات كده نعملها هتحسن وترفع من كفاءه الجهاز التنفسي وهترفع من كفاءه المناعه بتاعه جسم الطفل، فبالتالي هيقدر يواجه اي ميكروب بكل سهوله. اول حاجه ما تنسوهاش ابدا ابدا اهميه التغذيه. التغذيه مهمه جدا جدا للطفل، وكل ما التغذيه دي كانت صحيه وسليمه والاكل يكون صحي وهيلثي، كل ما نرفع من مستوى المناعه بتاعه الطفل ومستوى ذكائه ومستوى حاجات كتير قوي قوي قوي. منها ايه؟ منها الخضار والفاكهه. الخضار والفاكهه ربنا خلقهم كلهم مليانين فيتامينز ومعادن جسمنا بجد بجد محتاج لهم قوي قوي، لدرجه ان الفاكهه نفسها الموسميه اللي بتنزل في الشتاء بتبقى فيها كميه فيتامين سي وبتبقى فيها كميه زنك ومعادن حلوه قوي قوي، بتقدر بيها الجسم بتاعنا المناعه بتاعته تزيد وتقدر تواجه اي ميكروب بيكون موجود في فصل الشتاء. فاوعوا تهملوا الخضار والفاكهه في يومكم كل يوم، عشان بجد هيحسن جدا جدا من مستوى كفاءه الجهاز المناعي، ده غير بقى فوائده كمان لباقي الجسم كله. وبرده تبايه كده على جنب، خلي بالكم ان الفاكهه لما بتتاكل بيبقى افضل بكتير جدا جدا من ان احنا نقدمها عصير. يعني طفلك لما تعوديه ان هو ياكل الفاكهه زي البرتقال زي الاستفندي زي الجوافه الليمون، برده كل الحاجات دي موجوده دلوقتي وبكثره، عشان هي دي الحاجات اللي ربنا خالقها في فصل الشتاء بتزود الفيتامين سي في الجسم، وبالتالي الجسم هيقدر يواجه الميكروب بصوره احسن بكتير قوي. حاولي انك تقدمي له الحاجات دي بصوره ان هو ياكلها افضل بكتير جدا جدا من ان هو يشربها عصير. تاني حاجه بقى هي مصل الانفلونزا. مصل الانفلونزا مهم جدا جدا جدا، مش انه بس بعد الشر بيخلي الطفل ده ما يجيلوش المرض، لا كمان بيخليه بعد الشر حتى لو جاله بيجيله حده المرض بتبقى بسيطه جدا جدا، والمرض بيبقى ساعتها ضعيف مقارنه بمناعه الطفل، فبالتالي هو بيحسن مناعه الطفل وبيحسن من مواجهه الجسم نفسه للميكروب اللي داخل فيه. فاوعي تنسي انك تدي لاطفالك مصل الانفلونزا كل سنه في الميعاد بتاعه، اللي هو زي مثلا دلوقتي شهر 10 وشهر 11، هو ده افضل وقت ممكن تدي فيه لطفلك مصل الانفلونزا الموسمي. تالت حاجه بقى هكلمكم فيها هي شويه ادويه كده بناخدها للاطفال عشان بتزود المناعه بتاعتهم خاصه في فصل الشتاء. زي مثلا ايه؟ زي مثلا كالوبين نقط. كالوبين نقط ده عباره عن اعشاب، الاعشاب دي بتزود جدا جدا من كفاءه والمناعه بتاعه الجهاز التنفسي، بتحسن من الكفاءه بتاعته لمواجهه اي ميكروب بسهوله قوي. تالت حاجه بقى الفيتامينز اللي موجوده في الصيدليه اللي بتزود مناعه الجسم، زي مثلا الفيتامينز المجمعه على بعض، فلنفرض سانسوفيت شرب، لو هنديله فيتامين سي لوحده اللي هو سي فيت نقط، لو هنديله فيتامين دي لوحده اللي هو في دروب. طب لو عايزين حاجه بقى مجمعه فيها كل الفيتامينز اللي بترفع كفاءه الجسم دي، مثلا سانسو ميون شرب. المهم سانسو ميون بقى دي فيها برضو نفس العشبه اللي بتزود كفاءه المناعه، وكمان فيها فيتامين سي وفيها زنك. ده السانسوميون الشرب العادي، وفي سانسوميون بقى البلس ده معاهم كمان فيتامين دي. وطبعا الفيتامينز دي ليها دور كبير جدا 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 في رفع مناعه الاطفال، وبجد الفيتامينز دي مهمه جدا 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 ودورها كبير قوي 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 في رفع كفاءه المناعه بتاعه الجسم، وخاصه الجهاز التنفسي اللي هو اوريدي بيبقى الميكروبات بتبقى كتيره قوي قوي وشديده عليه جدا في فصل الشتاء زي ما احنا شايفين دلوقتي. اخر حاجه بقى اقولها لكم بخصوص ان احنا نزود المناعه بتاعه الاطفال، لو سمحتم ارجوكم ابعدوا اطفالكم عن اي حد مدخن. بلاش حد يدخن. لو حد من جوه البيت الاب او اي حد قريب منكم موجود في البيت بيدخن، لازم يبعد عن الاطفال وبلاش يدخن قصاد الاطفال. حاولوا وانتوا بره حتى البيت تبعدوهم عن اي مصدر للتدخين، عشان ده بجد بيحسس الجهاز التنفسي زياده وكمان بيقلل مناعه الاطفال جدا جدا جدا. فخلي بالكم على نفسكم وخلي بالكم على صحه اطفالكم. في النهايه زي ما انا قلت لكم في الاول، الوقايه خير من العلاج. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل لو عجبكم الفيديو، وشير لاصحابكم اللي ممكن يستفادوا بالفيديو ده.